Hello and welcome everyone فيديو جديد. اليوم غنهضروا على مانشستر يونايتد من مورا بزاف ديال الالم. بزاف اخيرا بدات كترجع فينا الروح. الفرجه في مانشستر يونايتد ولات متعه من مورا ما كانت ساعتين ديال الالم اللي كنا كنبززوها على راسنا، وهادشي كامل راجع لهاد القرع هذا، احسن قرع في العالم من مورا راس لافوكا اوف كورس. إريك تين هاغ السيزون كامله اللمسه ديالو كتبان في كل ماتش. سيد ما كيخافش يخطا، واذا خطا كتعرفوا غادي ينوض دغيا ما غيبقاش طايح. هادشي اللي كنا شفنا في الاول العام. عنده الشجاعه ديال يبدل اللعابه اللي كانوا مخيمين في الرسميه وشادين بيديهم وباغيش تلقوها، شدهم وجلسهم في التوش بحال ماكواير، وعوضهم باللعابه اللي كلشي كان كينتقدهم واخا ما عمرهم شافوهم لاعبين بحال مارتينيز. وراسو ما قاصحش، الا شي حاجه باينه راها باينه، ما عندوش الفيفوريتس. فور اكزامبل فرقه من الاول العام كتلعب احسن بلا رونالدو وكتلعب خايب مع رونالدو. فاكتس اي واحد تفرج في مان يونايتد يكون عارف هادشي. تيناغ ما استسلمش للانتقادات اللي كانوا كيديروهم ليه الفان بويز ديال رونالدو اللي كيعبدوه، ما سمعش ليهم وجلس رونالدو في التوش، ماشي مره ماشي جوج، حتى مشى رونالدو في حاله في جونفي. ثاني نقطه هي التدعيمات اللي درنا في الصيف. ياس الميركاتو ديال الصيف ما داز كيف ما كنا كنتوقعوه. كنا باغي نجيبو ديون، كنا باغي نجيبو نونيز، هادشي كامل ما وقعش، ولكن في الاخر صوفينا جبنا مارتينيز اللي مني حطيناه حدا فاران ولا الدفاع ديال مان يونايتد معقول، ولا دفاع اللي كتثق فيه يخرج لك بكلين شيت. وكازيميرو اللي الاديشن ديالو زادت بزاف في البوست ديال الميليو ديفونسيف. وإريكسين تا هو اللي ما كنتش كنتوقع منه بزاف د الحوايج، ولكن جا ومني حطيتيه حدا كازيميرو علاو النيفو بزاف، ولا ميليو اللي يقدر ينافس اي ميليو اخر في البريمير ليغ. وباقي لاعب اخرين اللي كنتسناو منهم عطاءات بحال اونطوني اللي باقي ما شفناش منه بزاف. وحتى اللعابه اللي كانوا مكروهين العام اللي فات ولاو كيبيرفورميو هذا العام. فور اكزامبل فريد هذا العام داير سيزون عالميه، العام اللي فات كان كلشي كيعايرو، هذا العام فيما كيدخل كيبيرفورمي مزيان. ماكتوميناي تا هو اللي فيما كنعولوا عليه كنلقاوه حاضر، ماشي بالنيفو ديال فريد مي تا هو با مال. لعاب اللي يكون عندك في التوش بحال ماكتوميناي از نوت ذات باد. تبليسه لينا إريكسين، تبليسه سابيتزر، كازيميرو توقف ماشي مره ماشي جوج، ومع ذلك ما حسيناش بالنقص في الميليو، حسينا به شويه من اللعابه اللي كيدخلوا كيقضيو الغرض. والبوان الثالث هو ان راشفورد وبرونو هذا العام انفجر. راشفورد ولا لعاب اللي كيجوستيفي لك الهايب اللي داير عليه، ودا لعاب اللي كتثق فيه يماركي لك من الحدود كامله كتسد، كيماركي براسو، كيماركي من بعيد، كيماركي باليمنيه باليسريه، من اي بلاصه غادي يماركي لك. هو البيتو ديالنا هذا العام، هو اكثر لعاب حاسم هذا العام. راشفورد لعاب كبير وكان خاصنا لعاب كبير في الفرقه، راشفورد بان. اما برونو من نهار خدا البراسار ديال الكابيتان والفرقه ولات كتقاتل، ولات الجرينتا. شحال هادي ما كانش هادشي، ولكن مع برونو كابيتان فرق كبير من يامات اللي كان فيها ماكواير كابيتان. برونو لعاب ميكروب، لعاب كويري نفسو حاره، وهادشي اللي كان خصو يتوفر في كابيتان. وبرونو بالنسبه لي خصو يبقى كابيتان حتى من هنا لقدام. وماكواير خنحيدو ليه البراسار نبيعوه ولا واش نديرو ليه، ولكن هادشي كامل ما كافيش. حيت بالنسبه ليا السبب اللي مخلينا مكلاسين مزيان وكنبانو واعيين العام هو الضعف ديال الخصوم. حيت كون كانت تشيلسي وليفربول في الفورمه ديالهم جو بونس كنا غنغاليريو بزاف باش نبقاو في التوب فور، ولكن هذا العام تشيلسي وليفربول ضعاف. هادشي كيفكرني في العام اللي كان فيه اولي وجا الثاني، مشينا الثانيين حيت الفرق الاخرين كانوا ضعاف. هذا هو السبب رقم واحد، وهادشي اللي باقي مخليني كنشكك شويه، ماشي في تنهاك مي في النيفو ديال الفرقه ديالنا اللعابه خصوصا. كيبان ليا الا ما كانوش تدعيمات للفرقه جو بونس با نديرو شي حاجه. حاليا كاينه هضره كدور على ان الفرقه غتتباع سوا قطر اللي انتريسي باغيين يشريوها، سوا لواحد بيزنس مان اونغلي سميتو رادكليف. واقع هاد خونا هذا قطر اللي كيبروبوزيو هو يشريو الفرقه كامله ويخلصوا كاع الكريديات اللي عليها وياخذوها. اما رادكليف اش كيبروبوزي ياخذ كريدي ويشري الفرقه. ضروري من الفلوس باش ننافسوا، حيت صعيب تنافس بلا بهم، والفرق الاخرين كامل عندهم فلوس. نيوكاسل العاقه بزاف، السيتي بلا ما نهضروا، تشيلسي تا هما كيصرفوا،
وخاصك ضروري شي اونر اللي غادي يجي ويحط فلوس، لانه ما نقدروش ننافسوا. سورتو كل مان يونايتد خاصها تسعود، خاصها ميليو، خاصها مدافع، خاصها جول كيبر اخر، خاص ضروري فلوس. حتى دابا كيبان لي بالاستثمار القطري والاستثمار اللي غينفع المان يونايتد اكثر، حيت القطر جايين باغيين يخلصوا كاع الكريديات اللي عليك، باغيين يخلصوا، باغيين يكونوا شوغر داديز ديال المان يونايتد. رادكليف ما عرفتش واش باغي. في الانجليز اكثريه متعاطفين مع رادكليف حيت هو انجليزي بحالهم، ما باغينش اونر خليجي نظرا لاسباب سياسيه وشحال من حاجه في هذاك الشيء اللي كنوقع في المونديال. ما فيهاش اللي يدخل في الديتيلز ديال المشاكل السياسيه، ولكن ما باغينش اونر قطري. انا كنتمنى قطر هي اللي تاخذ مان يونايتد حيت هما اللي عندهم فلوس، هما اللي غينفعوا الفرق اكثر. مع قطر غادي نوليو ننافسوا السيتي في البريمير ليغ، غنوليو ننافسوا الريال مدريد والبايرن في الشامبيونز ليغ. اما مع رادكليف غنبقاو كنطيفوا على التوب فور ونمشيو للشامبيونز ليغ نخرجوا بكري. فريمون هادشي اللي غيكون مع رادكليف. هذا هو الجواب ديالي للسؤال ديال واش المان يونايتد رجعوا. باقي الرجوع ديال مانشستر يونايتد وقف على استثمار قطري ولا رجل اعمال انجليزي. في الشغل اللي غيديروا الجليزرز لمن غادي يبيعوا، وهادشي اللي غيحدد المستقبل ديال المان يونايتد. هادشي اللي عندنا اليوم. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش تلايكيوه، تابوناو and see you in the next video. Thank you for watching.